عايزة أعمل معاكم النهاردة طريقتي المعتمدة للشاورما، لأنها سهلة وبسيطة وفي دقايق بالظبط بتحضريها وبتطلع معاكي بيرفكت زي بتاعة المحلات بالظبط. كل اللي هحضره كيلو من اللحمة بقطعه شرايح رفيعة بالشكل ده. أي نوع لحمة متوفر عندك تمام. هنضيف بقى مية من البصلاية، ربع كوباية من الزيت، ربع كوباية من الخل، رشة صغيرة فيما يعادل معلقة صغيرة أو ربع سوري معلقة صغيرة من القرفة، ومعلقة صغيرة مليانة من 7 بهارات وزيهم من بهارات اللحمة، وكمان رشة من جوز الطيب. دي بتفرق جدا يا جماعة في تتبيلة الشاورما. هسيبها بقى تتبل كويس جدا مع نفسها بشوية ملح صغيرين. سيبها في التلاجة مش أقل من ساعة، تمام كده، عشان تشرب كده التتبيلة. لو عندك ليا يبقى تمام قوي، للأسف أنا ما كانش عندي فاضطريت استخدم سمنة عادية. معلقة من السمن أو قطعة من الليا. اول ما تسيح معاكي تبدأي ان انتي تنزلي الشاورما بتاعتك بالصوص بتاعها بالتوابل بكل حاجة. يا دوب بس تفرديها في الطاسة بتاعتك على النار وتسيبيها، هي هتنزل ميتها بقى وتستوي وتاخد وتدي مع نفسها. ده بيكون شكلها لسه طبعا ما استوتش نص سوا، المية كتير زي ما انتوا شايفين. هستنى لحد المية ما تنشف تقريبا تماما زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ما بتاخدش 10 دقايق على النار. في المرحلة دي بنزل بقى بصلاية كبيرة محترمة متقطعة زي ما انتوا شايفين شرايح رفيعة كده، وهبتدي اقلب. اول ما احس ان البصل ابتدى يدبل على النار طبعا، في المرحلة دي بكون محضرة طماطميتين متقطعين صغنن قوي، وابتدي برضو انزل بيهم. هستمر في التقليب، عايزة الطماطم تدوب تماما مع البصل مع الشاورما مع التوابل عشان تعمل الميكس اللي احنا بنحبه لسندوتشات الشاورما. في المرحلة دي ببتدي انزل بقى بربع كوباية من صوص الطحينة او سلطة الطحينة. دي بقى مش عايزة اقولكم بتودي بقى الشاورما في حتة تانية خالص. وكمان كوباية من البقدونس، انا باخد الورق بس بتاع البقدونس وببتدي اقلب كويس جدا واطفي النار عليها. وبكده معانا الشاورما جاهزة. عايزة بقى تدخنيها كمان بشوية من الفحم، تحطي عليها نقطة زيت وتغطيها، اوكي مفيش اي مشكلة. عملنا الشاورما يا جماعة بطريقة سهلة وبسيطة جدا وفي دقايق، ما بتاخدش وقت ولا مجهود خالص، ما فيهاش اي افتكاسات. تقدري تعمليها بكل سهولة، واتحداكي انها هتطلع احلى كمان من بره بكتير، واوفر واطعم وانضف كمان. جربوها وباذن الله تعجبكم قوي. انا اسمي مروه، لو اول مره تشوفيني متنسيش تشتركي في الصفحه والقناه وعلقيلي ولو بحرف واحد عشان اتعرف عليكي وعشان تضمني يوصلك ان شاء الله اشعاراتي دايما. وميرسي جدا لكل الكومنتات الحلوه اللي بتدعمني. شايفين الطعام يا جماعه؟ بجد الساندوتش بيتكلم عن نفسه. جربوه، منتظر رايكم ان شاء الله في جروب التطبيقات. مفيش اطعم من كده. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.